ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، مرقه الباذنجان ان شاء الله. باهي هوني حضرت البصل والباذنجان بتاعنا قليته شوي نص نص، ومع كعبة طماطم كعبتين انا عملت. هوني باش ناخذ مغرفه ونص بالضبط طماطم المرحيه، ونزيد عليها مغرفه ونص ولا اكثر شوي فلفل احمر قطر. انا ما عنديش فلفل اكحل، ولا هي نورمالمون فلفل اكحل، انا بنستعمل فلفل احمر نورمال يعني دي. فوالا البنات كيف ما قاعدين تشوفوا الحم حطيته هو اللون باش يتخلى في البداية، وتوا باش نحط عليها البصل بتاعنا. فوالا حطيت معاه البصل زحمة البصل شوي مع الخلين بتاع اللحم اديني بالضبط الحكاية. من بعد نمرق شوية ماء وهك معايا تكملوا الفيديوهات مع بعض. يعني لتوكي البصل يطيب ويحمر شوي. انا باش نحي شويه قشور من الباذنجان، ماهوش برشا، احنا نحبوه بلا قشور الحقيقه. اما اليوم باش نحي الشطر ونخلي الشطر الاخر بلا قشور، يعني نحي هما نقولوا 20 كعب، انا نحي 10 ونخلي 10. انا بديت ديجا نحيت شويه هاكم، اما باش نكملوا مع بعضنا شويه الاخرين ان شاء الله. ولا بالطريقه هذيا لكن المعبين من فوق كيف هكا نحوهم، المعبين بالطريقه هذه نحوهم كيف ما قلت لكم نص تياب، نص تياب كامل الباذنجان. ولا نكملهم بيد الاثنين خير، بيد واحده ما تفقش كيف ما قلت. باقي البنات كوني باش نزيد الطماطم وهاكا مش برشا، مغرفه بالكبيره ونخليها تتخلى شويه برشا باش ما يتحرقش في النار بتاعنا. لا تكرر حرق فوالا خليها تتخلى شويه قدر دقيقه ولا دقيقتين ونسكت منها شويه بس. حكم معايا البنات هون عندها فيه خليها نحطوها ونزيدوها شوية فلفل ونخلوها نزيدوها الماء بالطبيعة، ومن بعد نحطو عليها الباذنجان بتاعنا، نحطو عليها الطماطم، نحطو عليها قرن فلفل باش نقسمو على كل صغار، مع انا باش نزيدها رد خليط نقسمو على 2. واللي ما يحبش يزيد من الكمية اللي خليتها نتاع الفلفل باش نحطها نفرشها هكا ونحط نخليها تتغلى قدر ربع ساعة 4 دراج، نزيدها الماء بتاعو ومن بعد نرجع لها نكمل عليها الباقي نص ساعة بالضبط. من بعد ربع ساعة ولا 4 دراج ونص ونقص عليها ديجا اللحم بتاعنا مقلي، مش لازم يعني تصير من الاول جديد. فوالا وكيف ما قاعدين تشوفوا هوني حطيت الفلفل قصيته طروف وحطيت معاه البصل وباش نخليها تغلى مليح 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 هي والباذنجان. فوالا البنات هوني الباذنجان كيف ما قلت لكم ما تحطوه بالكعبه بالكعبه، ما تحطوش ما ترموش رميان كيف البطاطا ولا حاجه نحطوه حتى عن فوالا. ومن بعدها باش نعملوا ليتاب الاخرى اللي هي الطماطم ان شاء الله. ولا ابقوا معايا هكاكا، تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس قبلي وتعملوا جيم اي سيرتو بارتاج، ولا بارتاجوا مع اهلكم وماليكم. هوني بديت نحط في الطماط كيف بنفس الطريقه نتاع الباذنجان بالضبط. ايوا البنات نحطهم كلهم مع بعضهم ونغطوا عليهم تو ونخلوهم قدر ربع ساعه ولا 4 دراج بالعاده، ومن بعد يعني من بعد نحطوا عليها نوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. خلينا تو اكل جديد ولا عادي. اي انفان فوالا فطورنا فطور خفيف وياسر بنين ومكونات عند الناس الكل، ان شاء الله يكون عجبكم.
بارطاجيو واعملوا سبسكرايب باش هكاك تبقاو ديما معايا على تواصل ان شاء الله. سلام.